نقول تاني، لو ما عندكش شغل المكنه دي ما تجيبهاش. طبعا انتوا مش عارفين ايه اللي حصل دلوقتي. حتى بالشاشه دي عندنا في سوق الطباعه في مكن ديجيتال، في مكن ما ينفعش نقول عليه ديجيتال، عايز مسمى تاني مختلف تماما. اللي بيعملوا المكنه ده، اللي بيعملوا المكن ده فوق اللي بيعملوا المكنه ديجيتال العادي. معانا المكنه ريكول برو سي 900، وحش الطباعه الديجيتال. افضل ما انتجت شركه ريكو في الاستيراد. دي سرعه المكنه في الطباعه الاي 4. حابب بس اوريكم سرعه المكنه. دي مشتملات المكنه اللي جايه معاها، دي اجزاء المكنه. المكنه فول لودد، كل القطع. طبعا شايفين حجم المكنه عامل ازاي وابعادها عامله ازاي. اجزاء المكنه فول لودد كامله، حتى بالشاشه دي. ايه رايكم بقى؟ عشان المكنه كبيره فلازم يكون برضو اي حاجه معاها برضو تعبر عنها. الشاشه اهي 55 بوصه عشان تقدر تشوف التفاصيل كلها. فايري بالعدد بتاعت الفايري. الديك بتاع المكنه كامل، تلت 400 جرام. المكنه دي 400 جرام شفط من جميع الادراج ما عدا البايباس، ده متر 20 لحد 220 جرام. طبعا انتوا مش عارفين ايه اللي حصل دلوقتي. اللي حصل دلوقتي ان الكهرباء عندي ما استحملتش المكنه، المفتاح بتاع الكهرباء نزل. وعلى فكره انا عارف ان ده اللي هيحصل يعني. هوريكم بس المكنه معموله ازاي، يعني واخده كهرباء ايه وواخده وضع ايه وعايزه تجهيزات ايه في المكان عندك. لو انت مكانك مش جاهز لمكنه زي دي يبقى ما تجيبهاش. لو ما عندكش شغل المكنه زي دي برضو ما تجيبهاش. مكنه 8 علب حبر، 4 تاخدهم مني 4 فل جداد و4 50%. هتاخد مني اجمالي حبر 9 كيلو حبر في المكنه. 9 كيلو حبر معاك في المكنه، اطبع يا باشا براحتك واشتغل ودوس. اتاكد ان شاء الله ان المكنه قد الشغل وقد الدوس وقد كل حاجه انت محتاجها. نقول تاني، لو ما عندكش شغل المكنه دي ما تجيبهاش. لو ما عندكش مكان يسمح وكهرباء تسمح بمكنه زي دي ما تفكرش فيها برضو. مكنه عايزه تجهيز وعايزه مكان مجهز، كهرباء كويسه، كابلات كويسه محمله تستحمل جهد المكنه. انا عندي كهرباء العاديه خالص ال 2 مللي ما استحملش، مفتاح نزل معايا. فلازم عندك تكون مجهز المكنه افضل تجهيز. تاخدها من عندنا بالضمان والصيانه من الامين. واحنا تحت امركم في اي حاجه، لاي تفاصيل ابعت لنا على الخاص. السلام عليكم.